إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتواصل بالجديد بلحظة نشره فعلوا خاصية الجرس. السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم كيف العاده في قناتكم وقناتنا جوفوت بريس. في هذا الفيديو غادي تشوفوا تألق هداف المنتخب المغربي واولمبياد باريس سفيان رحيمي. مباراه رائعه، سجل هدف بطريقه عالميه تسجلوه اللاعبين الكبار، وسفيان رحيمي من اللاعبين الكبار بطبيعه الحال، خصوصا بعد هذا الهدف الرائع اللي سجل واستدرك للجزاء سددها لاباكوجو. كنا تنتمناو انه يسددها باش تكون عنده ثنائيه في هذه المباراه هذه، ولكن ماشي مشكل. المهم هو متعنا بالاداء ديالو الرائع صراحه، والهدف العالمي اللي سجل بطريقه يعني رائعه كما غادي تشوفوا في هذا الفيديو هذا. وكان محرك في الملعب كامل سفيان رحيمي، يعني لاعب نشيط، لاعب تيدير القلق بزاف للمدافعين، وصراحه دائما تيكون الاداء ديالو مميز. غنخليكم دابا مع الهدف الرائع اللي سجله سفيان رحيمي وفاز برجل المقابله بامتياز. ونتلاقاو في الاخر الفيديو. شي لايك، بغينا الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجمهور المغربي. المحاولة أيضا بتعدي إلى ضربة زاوية. شوف الكرة الخطيرة من إيريك اللي تقدم وفتح لنفس المساحة وسدد، لكن خالد توحيد كان صاحب العودة. حلوة التمريرة إلى عثمان كمارة، سددها عثمان قبل الاحتراف في كل بطولات هذه المباراة رقم 129. عديد الأرقام التي دونت في تاريخ إيريك. إيريك يستلمها، إيريك لعب له كرة عرضية عالية بالراس، مرت وعدت في اللعبة الماضية. شوف الكرة العرضية والرأسية اللي كانت وصلت المحاولة الآن. لمسة حلوة اللعبة إلى يحيى نادر، نقلها والكرة نشاهدة نتذكر هدف الجميل. منقولة عرضية عالية بالراس، لكن القائم تعود مرة أخرى إلى سفيان، راحت بعيدة إلى ضربة مرمى. شوف الكرة العرضية والرأسية من كاردوسو، والمحاولة من سفيان رحيمي. سفيان سددها، عادت العارضة كثير إلى ضربة مرمى. هذه أخطر الكرات العينوية من الفترات، وعلى فكرة الفريقين عندهم فيه أمر يتشابهون فيه. وهذه تسديدة مية إلى ركنية من بلاسوس، تسديدة عدت الكرة الأخيرة. الكرة بتعود الآن بمحاولة، وصلت إلى كاكو بلمسة إلى سفيان يا سلام يا عيني يا حبيبي يا سفيان. حطها لك سفيان، المسيان يواصل تقديم الورود، يواصل تقديم العزف. سفيان يسجل هدف رائع، هدف ممتع، هدف عينوي بامتياز، هدف يضع في بصمة سهام هنا في هذا الملعب البيضاوي. يسجل هدف عينوي لا ينسى، يا عيني يا سفيان. حط لب فوق حارس المرمى، سكنت الشباك الشرجاوية 1-0. هدف رائع، هدف ممتع، هدف عيناوي جميل في شوط المباراة الأول. والعين يسطر الإبداع بهدف رائع، بهدف رائع. نعم، الزعيم في الموعد وسفيان في الموعد، والذكريات الآن بأهداف جميلة في هذا الملعب. والتعادل في 10 مواجهات. تمريرة أمامية بمحاولة إلى سفيان رحيمي حاول بتمريرة إلى إيريك والتسديدة عادت إلى سفيان. رحيمي يحاول فيها، يبحث عن زميل، سددها تعود مرة أخرى. إيريك يحاول فيها، إيريك تقدم، سدد إيريك، لكن حارس المرمى. هذه ثالث تسديدة لإيريك، هذه المرة بقدم اليمنى الضعيفة. إيريك سدد، لكن كرة راحت قوية لولا براعة حارس المرمى الحارس خالد توحيد. خلصها، لعب الكرة إلى عادل للأمام، دارك وتسديد باركي إلى عبد الكريم بكرة عرضية عالية في الأمام. المحاولة فيها ركلة جزاء. مارو كاتانيت وقع في المحظور مارو ركلة جزاء عينوية. لاباكوجو، وفرصة لتسجيل الآن هدف رقم 19. عرضية من عبد الكريم وسفيان رحيمي حاول، والتدخل كان موجود من مارو كاتانيت، واكيد بان المحلل التحكيمي راح يكون لا. من سجل عديد الاهداف لابا، ترجمها لابا، افرحهم لابا،
ماكينة الأهداف تعود للعمرك، سجل هدف التقدم الثاني من نقطة الجزاء، يكسر التعادل سفيان. مواجهات الشوط الثاني يبدأ بهذه التغييرات، هذا كرة وهذه محاولة وتمريرة وصلت، والإبعاد يأتي، الإبعاد يأتي في اللقطة. منذ يناير 2022 فاز في مباراتين والتعادل في 4 مباريات في أطول سلسلة من التعادلات ما بين التعود. وصلت إلى محمد فراس بالعربي سددها، لكن وفي اللعبة الماضية سقط لوحده اللاعب يحيى نادر على ما يبدو، ثم التسديد إلى بلاسيوس انتظر يلعب كرة إلى إيريك بكرة عرضية، لكن خالد توحيد يخلصها. رمية تماس سفيان رحيمي يعود بالكرة لبلاسيوس صاحب المحاولة بأعداد أيضا يعني قليلة في المدرج، في انتظار أن نشاهد حضور بشكل أقوى، وهذه عرضية راحت. وفي اللعبة الماضية هذا عبد الكريم التراوري والرسم في شوط المباراة الثاني. تعود مرة أخرى لمسة ومحاولة، تمريرة طويلة ممتازة من سفيان، لكن الكرة راح إلى داركو، غير الاتجاه إلى بيلوني، سيطرة شرجاوية بكرة عرضية عالية، لكن الكرة أيضا ما في أحد. نادر يحيى بتمريرة من يحيى إلى سفيان يحاول فيها انطلق فيها سفيان، لكن الكرة أيضا فيها خطأ على الشارجة والأسماء الهجومية اللي كانت عند العين، يعني الأسماء الكبيرة اللي تألقت عديدا. الملك الشرجاوي نفس الأمر، كان عندهم ما بين الفريقين الأهداف الموضوعة من جانب الفريقين واضحة. الكرة تعود الآن بمحاولة وصلت إلى عبد الكريم يلعب الكرة بتمريرة حلوة اللعبة. اللحظات المقبلة سيكو بابا ونيانغ على ما يبدو اللاعبين اللي يستعدون للدخول. تعود مرة أخرى تمريرة أمامية إلى لابا، لكن أيضا الكرة ركلة ركنية. هذا عبد الله غانم اللي يستعد للدخول الأول أبعد لنيانغ، ثم تمريرة أمامية لسفيان رحيمي أعادها لبلاسيوس إلى رحيمي استلمها لكاكو انتظر، يتقدم لها بلاسيوس، يلعب كرة إلى سفيان، ثم بلاسيوس والمحاولة عن خيبة أمل أخرى، عن تعثر آخر. كرة تعود الآن إلى سفيان رحيمي، تعثر أمام الوحدة في الجولة الماضية، صار وحيد فقط نادي الشارقة، كان على نادي عجمان. مصلحة اللعب بلاسيوس بنقلة في الأمام، على فكرة في شوط المباراة 40 تمريرة للاعبي الملك الشرجاوي. سفيان رحيمي أعاد إلى كاكو إلى إيريك، لكن هنالك عاقل يدفع به المدرب، يسحب سفيان وسحب لابا قبل ذلك، والآن يدفع بمحمد عوض الله، ويدفع أيضا بسنابريا. انطلاق الآن من نيانغ لعب الكرة إلى سيكو بابا، مر فيها تقدم لعب الكرة حلوة. يا سلام على محمد عوض الله، اللمسة بهدف بتركيز كبير، يدخل هذا المهاجم الصغير محمد عوض الله وضعها في الشباك. هدف رائع، 5 أهداف في دوري أدنك للمحترفين، البديل الجميل مع المدرب فلاديمير إيفيتش. هدف عيناوي ثالث، والعيناوي يبصم بالنقاط الثلاثة، يصل إلى 40 نقطة ويبحث عن كيما شفنا الخوت سفيان رحيمي تيتألق من جديد وتيسجل واحد الهدف بطريقه رائعه، هدف ديال على طريقه اللاعبين الكبار، واحد لوب على الحارس ما خلى ليه ما يشوف، ومن البعيد صراحه يعني شاف الحارس متقدم واحد شويه وسددها ليه بهذيك الطريقه، بقى الحارس هي تيشوف كره ما لقى ما يدير، وصراحه هدف يعني ما تيتصدش. وكما شفنا سفيان رحيمي تألق في هذه المباراه هذه، فاز يعني برجل المقابله اعلى تنقيط
تبارك الله عليه اصطاد ركله الجزاء، دار كل شيء في هذه المباراه هذه وقاد الفريق ديالو للفوز. واخا هذا الموسم هذا كان عندهم موسم كارثي وسفيان رحيمي ما كانش في المستوى ديالو ديال الموسم اللي فات، ولكن هذه المباراه هذه بالضبط سفيان رحيمي قدم فيها كل شيء وكان متالق. وشفنا يعني كيفاش يلعب، تلقاه في اليمين في اليسار في الهجوم وحتى في الدفاع، وملي ما توصلوش كره تيرجع لوسط الميدان تيفتك الكره من الخصم هو اللي تيبني العمليه. يعني سفيان رحيمي تيبقى لاعب كبير ولاعب نشيط، وتنتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله في الموسم القادم. وايضا تنتمنوا ليه التوفيق مع المنتخب المغربي ان شاء الله ملي غادي يلعب مع المنتخب في التوقف الجاي ان شاء الله. المهم الخوت تبارك الله عليكم، خليوا لي الاراء ديالكم على الهدف الرائع وركله الجزاء لاصطاد سفيان رحيمي، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.